يا جمال الأكلة الشعبية وهي دايما مشرفة في اليوم الأجازة. دايما الطبقة الوجبة الحرشة بتنورنا في العزومات الجميلة، وبتكسر الأيام اللي بيكون فيها وجبات دسمة علشان تخلي يومنا جميل. وكمان بتجمع العيلة في يوم، خاصة زي يوم الجمعة. بصوا التفاصيل بتبقى جميلة ازاي. بصوا الأطباق بتبقى حلوة وبتفتح النفس ازاي. يا سلام مع رصة عيش لسه جاي من الفرن بألف هنا وشفا. البهارات معايا هي كزبرة ناشفة، معايا نص معلقة من معلقة الشاي، وحبة قرفة، شعرة جنزبيل، ومعايا كمان اللي هو بيكنج صودا، وكمان حبة ملح. وعشان هضربها في الخلاط معايا شوية مية صغيرة جدا. يلا بينا بقى نروحوا للخلاط. جبت الخلاط معايا وهحط فيه دلوقتي كل المكونات بتاعتي، وهحط عليه حبة المية وهضربهم وارجع. دلوقتي انا ضربتها في الخلاط، وكانت النتيجة زي ما احنا شايفين كده. ممكن تطحنوها اكتر من كده لو زودتوا كمية المية، لكن انا مش عايزة ازود كمية المية. حطيتها في المصفى وبصوا نزلت كمية المية تاني بالشكل ده. انا هعمل ايه بقى؟ هشيل خلاص كمية المية دي وهنزلها في الطبق تاني علشان نحط عليها التوابل. نزلنا الفلافل في الطبق. يلا بينا بقى ناخد البهارات ونحطها على الخلطة بتاعتنا ونقلبها، وبعدين نروحوا بقى للزيت بعد ما نخلطها كويس. دلوقتي بقى نبدأ مع الفلافل. طيب الفلافل هنعملها ازاي؟ اول حاجة هنختبرها ونشوفها هل يا ترى هي هتفتح معانا في الزيت ولا لا. هنعمل بالمعلقة. بصوا هنشتغل بالمعلقة، هنحط كده في الزيت تمام، وهنشوف هتفتح معانا ولا هتفضل حلوة. هنعمل ونكور بالمعلقة، مفيش داعي ان احنا نعمل ايه، نقعد نعمل بايدينا. هنكور بالمعلقة ونحط. انا ملاحظة ان هي مبقتش ايه تفتح قوي كده، تمام. طيب يبقى هنشتغل كلنا كده، كل الموضوع بايدينا، وهنعمل ونكورها بايدينا بشكل ايه عشوائي اهي. وهناخد وهنحط كده. انا مهديه النار على فكره تحت لغايه ما هحط، بس طبعا الزيت كان سخن مكان البطاطس. برضو هكون محضره مناديل، طبق عليه مناديل. هحط الكميه كلها وايه شغلي هيبقى تمام. اتعملت كلها ورا بعضها. ممكن اعملها في زيت زيتون تبقى صحيه، بس طبعا هبقى مقلله الكميه. طبعا هجيب شوكه، هبدأ بقى اعلي النار معايا شوية صغيرة، وهبدأ اول واحدة اشتغلت فيها هبدأ اقلبها. اللي هلاقيها بدأت تحمر من الجناب هقلبها، واحاول ما احركش اللي انا لسه حطاها عشان ما تطلعش كده من الجناب.
قلبتها كلها كده وهستنى عليها دقيقة وبعدين هبدأ انشلها. اقلبها بقى بالمقصوصة بتاعتي او الصفاية بتاعتي دي علشان تاخد ايه من كل النواحي كده بقى. تمام. هشيل بقى ايه على البركة. وانا بشيل بقى هدي النار خالص او اطفيها. انا خلاص طفيت النار، هشيل بقى زي كده. طبعا طلعتها كده على ورق نشاف. النهارده بقى هنعمل ايه؟ هنعمل فلافل لو كارب. تعالوا بينا بقى نشوفوا هنعملها ازاي. حاجه سريعه كده جميله لزوم فطار يوم الجمعه. تعالوا بينا بسرعه نشوفوا ايه الطريقه. بختبر نضجها بالشوكه، طالما ان الشوكه دخلت فيها كده يبقى هي كده ايه، وصلنا لتمام النضج اهي. بصوا اول ما بغرزها كده تمام. هطفي عليها بقى وهكب الميه بتاعتها واحط عليها ميه بارده وبعدين نقشرها. يلا بقى ايه بينا نقشر البطاطس الجميله دي. بتتقشر طبعا بسهوله إيه، وهيحمر منها مع الفلافل. كده بقى هبدأ احمر بإذن الله. يلا بينا بقى نشتغل على البوتاجاز. شغلنا البوتاجاز وسخنا الزيت وهنبدأ بسم الله ننزل البطاطس. بسم الله. وهنسيبها تتحمر براحتها وهنخليها على نار عالية. الكمية دي كلها هتتحمر كلها مرة واحدة ومش هنقلبها الا لما تتشمع كلها من الناحية اللي تحت. بدأت تتحمر من تحت هقلبها. اقلب اللي اتحمرت. كده تمام بقى نبدأ ايه ننشل ونطلع. واللي نلاقيها لسه نحط ايه نقلبها يعني ايه اللي هي كده دي نرجع تاني ايه نقلبها على الوش التاني. هلم اجرب ونقول اللي بعده. بموت في الشيري بوتوتو. تعالوا كده شوفوا جميلة 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 وهي محمرة. كل الأولاد بيموتوا فيها، كبار والصغيرين بيعزوها جدا جدا جدا. يلا بينا نعمل حبة فول حلوين مع بعض. هنحط حبة زيت مقدوحين أو نحط حبة إيدام زي ما احنا عايزين أو نحط زيت زيتون. أنا دلوقتي هحط بالظبط 5 معالق زيت. وكمان هنزل بالفول. حبة فول قلبي بيحبهم. بص كأننا واقفين على عربية الفول بالظبط. وهحط حبة بهارات بالملح. يلا بينا نقلب. هو مجمد هيسيح معانا هنقلبه شوية. يلا بينا بقى كده ايه طماطمايه. بصوا بقى ده ايه الطبق السريع بتاع يوم الجمعة. ناس البركة بقى اللي بتعمل كده ايه الطبق السريع.
الحته دي هتدوب بسرعه واحنا ايه بنقلب كده. ونسيبه بقى ايه على النار شويه كده ينسجم مع بعض. هو ايه اللي في الطبق ده يا جماعه؟ ما تيجوا كده بصوا معايا. ياه، اجمل طبق لزوم فطار يوم الجمعه. يوم الجمعه بس، كل يوم. طب تعالوا كده شوفوا احلى طبق فول ممكن تعملوه.